وتقول بأنه محرز ومندي وبعض الكوادر تشابكوا مع المدرب، ومحرز غضب كثير لما ما لعبش اللقاء الاول. وصل الامر من طرف اطراف يعني من جنسيات فرنسيه، من جنسيات خارج الوطن، ما هم لا لاعبين سابقين ولا محللين، يجوا يتكلموا على المنتخب الوطني ويخرجوا بعض الامور اللي فيها نص طياب، فيها امور صحيحه فيها امور غير صحيحه. حديث على زلزال داخل المنتخب، عن انقسامات داخل المنتخب. شاهدوا ما كتب الوطني والمدرب بيتكوفيتش. فيه كاين ايضا احاديث اخرى، اصبحنا نسمع عن احاديث من خارج الوطن تتحدث على انه حسب مصادر فرنسيه لاعبين تلاقوا بيناتهم لي كادر وقال لك ما لازمش يقعد الحارس لوكا زيدان في حراسة المرمى ويجب تغييره، وراحوا داروا ريونيون مع المدرب. وأننا سنكشف الكثير من الأمور. أنا شخصيا تحدثت مع 4 لاعبين، من بينهم لاعبين يلعبوا أساسيين ولاعبين ما يلعبوش أساسيين، ما لعبوش. يعني نحب أنا كي نجيب لانفورماسيون نجيبها من بليزيور سورس. تقدر الجوار اللي يلعب يعطيك اون فيرسيون واللي ما يلعبش ربما يعطيك اون اوتر فيرسيون، لكن المصادر المتطابقة تحدثت عن بعض الأمور. أمين عودية، كيف تقرأ مثل هذه الأمور وهذا التشويش الذي يحدث بعد انتصار ونحن على مقربة من مباراة مصيرية؟ اللي هذه أنا بالنسبة لي خيانة المنتخب ديالنا ولبلادنا. وجو بونس باللي باب جورناليست فرونسي باش معلومة جاتو المعلومة وين حط معلومة كما هذه، أظن باللي هذا المناجر ولا المناجر اللي يوم تخيل معايا النهارده رياض محرز اللي بيقولوا عليه الجزائريين ان هو فخر العرب، رياض محرز اللي بيقولوا عليه افضل من اشرف حكيمي واللي هو كابتن لمنتخب الجزائر، النهارده في مشهد كارثي، خناقه شوارع ما بين رياض محرز وما بين بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر قبل مباراة مصيرية للمنتخب الجزائري، وهي اللي هتحدد مصير منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم أمام منتخب النمسا. النهاردة منتخب الجزائر هيلاعب منتخب النمسا، وعشان الجزائر يتأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم محتاج إن هو يتعادل مع منتخب النمسا. في التدريبات النهاردة حصلت خناقة شوارع بكل ما تعني الكلمة من معنى، من قائد المنتخب رياض محرز ضد مدرب منتخب الجزائر بيتكوفيتش، وفي لعيبة في المنتخب الجزائري بتطالب بعدم إيقاف لوكا زيدان حارس للمنتخب الجزائري. ومع ذلك الإعلام الجزائري المدلس ما بيتكلمش عن الكوارث والفضايح اللي بتحصل داخل المنتخب الجزائري، لا هو بيتكلم عن المغرب، بيتطاول على المغرب، بيتمنى خسارة المغرب في كل مباراة. عايز اقول لكم ان بيتكوفيتش النهارده في المؤتمر الصحفي اكد بان دي اخر مباراه لي مع المنتخب الجزائري، وقالها صريحه، هناك مشاكل كتيره جدا ما بين اللعيبه وبعضها في المنتخب الجزائري، وقال في لعيبه مش بتلعب بشكل ايجابي لمنتخب الجزائر. رياض محرز يا جزائريين اللي بتقولوا عليه فخر العرب، هو مش عايز يمثل المنتخب الجزائري، هو بيلعب تحس ان بيلعب غصب عنه في منتخب الجزائر. انقسامات داخل المنتخب. شاهدوا ما كتبه هذا الصحفي، صحفي معروف، صحفي فرنسي، روما مولينا، الذي كتب que vu que la polémique enfile sur Petkovic en Algérie, je remets ce que j'avais déjà écrit. Une majorité de joueurs ne comprend pas vraiment ses choix, orientation tactique. Travailler la défense à 3 pour ensuite l'abandonner complètement. La structure de l'entrejeu, un manque de consignes précises, mais il y a pas de problème avec l'homme. Pas de drame donc, même s'il y a logiquement des frustrations. هذا الصحفي المعروف أنه يبحث عن صحفي دانفستيغاسيون، يبحث عن كثير من الأمور. قال بأن الأمور لا تسير على أحسن ما يرام بين عناصر المنتخب الوطني والمدرب بيتكوفيتش. فيه كاين أيضا أحاديث أخرى، أصبحنا نسمع عن أحاديث من خارج الوطن تتحدث على أنه حسب مصادر فرنسية لاعب لي كادر وقال لك ما لازمش يقعد الحارس لوكا زيدان
في حراسة المرمى ويجب تغييره، وراحوا داروا ريونيو مع المدرب. كل هذا الكلام وهذه الإشاعات مشات كثير على عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى عند صفحات كبيرة ووسائل إعلام أجنبية بما فيهم هذا الصحفي. لا ندري ما يحدث، ولو أننا سنكشف الكثير من الأمور. أنا شخصيا تحدثت مع 4 لاعبين، من بينهم لاعبين يلعبوا أساسيين ولاعبين ما يلعبوش أساسيين، ما لعبوش. يعني نحب أنا كي نجيب لانفورماسيون نجيبها من بليزيور سورس. تقدر الجوار اللي يلعب يعطيك اون فيرسيون واللي ما يلعبش ربما يعطيك اون اوتر فيرسيون، لكن المصادر المتطابقة تحدثت عن بعض الأمور. أمين عودية، كيف تقرأ مثل هذه الأمور وهذا التشويش الذي يحدث بعد انتصار ونحن على مقربة من مباراة مصيرية أمام المنتخب النمساوي باش نروحوا للدوزيام؟ كي خسرنا مع الأرجنتين خرجت مثل هذه الأمور مقبولة. كاين فيه أمر آخر خرجوه هاد الصحفيين الفرنسيين، ما نتكلمش على الجزائريين. الجزائريين من حقهم يتكلموا، لاعب سابق أو محلل من حقه كل واحد يعطي رأيه ما فيها والو. لكن الناس اللي تشوش على المنتخب قبل مباراة مصيرية وتقول بأنه محرز ومندي وبعض الكوادر تشابكوا مع المدرب، ومحرز غضب كثير لما ما لعبش اللقاء الاول ولما خرج في اللقاء الثاني. كل هذا الكلام يصب في امر واحد وهو التشويش على المنتخب. ما كتبه الصحفي هذا والامور يعني خرجت ربما من بعض ما يقال بانه فيه مناجر او مناجره، وهما خرجوا الكلام على انه بيتكوفيتش عشيه المباريات يعمل ب3 مدافعين. باش نكونوا صراحه، احنا حصتنا فيها الصراحه، يعمل ب3 مدافعين. لو جور دو ماتش يجو افيك 4 ديفونسور. قال لك انا با كومبري هذه، ولكن شكون يهدر هذا الكلام؟ لانه اللاعبين انا تحدثت معاهم قال لك سيفري سيينا ب3 لاعبين وسيينا ب4 لاعبين، يعني صافي دير كو هذا الانسان ما جاب شويه معلومات صحيحه. مي هذه تاع رينيو ورام زعفانين على المدرب وداروا رينيو، هذه ما كاش منها كامل. الامور تاع 3 مدافعين و4 مدافعين، الصحفي هذا هناك من اعطاله او اوشى بالمعلومه، هذه وحده. دوزيام دي شوز، وهذه حاجه مهمه جدا، انه هذا المدرب منذ بدايه عمله في المنتخب الوطني يجيب لاعبين او يجيب التشكيله الاساسيه يعطيها بعد الغداء، يعني لو جور دو ماتش، ما يعطيها لكش لافاي. تقدر تعرف جوار يقدر يعرف لونطريمون اسكو يلعب ما يلعبش، مي لو جور تاع الماتش تاع الارجنتين قبل الغداء تحدث على انفراد مع قائد الفريق رياض محرز ان اكسبسيون باش يقول له بانه لن يلعب امام الارجنتين. يقال انه القائد الفريق، وهذا طبيعي، انتم كامل 3 كنتوا هنا لاعبين، كي ما تلعبش ان ماتش ضد الارجنتين ضد ميسي يتقلق اللاعب، ولكن ما كانش عنده ان بوزيسيون نيجاتيف هذا الامر اللي خرج. فالنهارده الجميع قاعد مترقب مباراة الجزائر ومنتخب النمسا، لأن موقف الجزائر صعب جدا، والمنتخب الجزائري عشان يفضل مستمر ويتأهل في بطولة كأس العالم أنا قلت لك محتاج إن هو يتعادل مع منتخب النمسا. تعادل النمسا مع الجزائر يتأهلوا هما الاثنين، يتأهل الجزائر كمركز ثالث ومنتخب النمسا مركز ثاني، وخلاص الأمر يتم حسمه في هذه المجموعة. لكن المنتخب الجزائري لو ما قدرش يتعادل في هذه المباراة فهو خلاص كده خرج بشكل رسمي. خرج بشكل رسمي يا جزائريين، يلي ما بتعملوش أي حاجة غير إن انتوا تتكلموا بشكل سلبي عن المغرب. ليه أنا بتكلم على المنتخب الجزائري؟ لأن الجزائريين شاغلين نفسهم بالمغرب أكتر ما هم شاغلين نفسهم بالجزائر. النهاردة رياض محرز اللي بتقول عليه فخر العرب، رياض محرز اللي بتقول عليه فخر العرب بيعتدى على بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر. مدرب منتخب الجزائر النهاردة بيهدد بالرحيل عن تدريب الجزائر بعد الاعتداء عليه من بيتكوفيتش أو من رياض محرز كابتن الفريق، اللي هو ملهوش أي وجود مع منتخب الجزائر، اللي هو موجود ومش موجود. بعضا من الإعلام الجزائري بيقارن محرز ده بحكيمي وبيقارنه بلعيبة كبيرة جدا في منتخب المغرب، لكن قولا واحدا اللاعب ده
ملوش أي تأثير يذكر مع المنتخب الجزائري، ومستواه متراجع بشكل كبير جدا، ومعظم لاعبة المنتخب الجزائري أفضل من رياض محرز. أنا كلمتك في هذا الأمر. فالغريب والعجيب يا جماعة بإن الإعلام الجزائري طول الوقت ما بيتكلمش عن المشاكل اللي بتحصل في الجزائر، لا، الإعلام الجزائري بيتكلم عن المغرب أكتر ما بيتكلم عن المنتخب الجزائري. أنا قلت لك إن منتخب الجزائر في موقف صعب وصعب للغاية، وقد اليوم يتم الإعلان رسمي بإن منتخب الجزائر خارج بطولة كأس العالم، لأن معظم المنتخبات اللي تأهلت كمركز ثالث تأهلت ب4 بونت. الجزائر عشان تخلص من الليلة دي أولا محتاجة إن هي ما تخسرش من النمسا، ومنتخب النمسا بيلعب على المكسب أو التعادل عشان يتأهل كمركز تاني في مجموعة صعبة جدا. فكل التوقعات بتقول بأن المنتخب الجزائري هو خارج بطولة كأس العالم. منتخب الجزائر هو خارج بطولة كأس العالم، خارج بطولة كأس العالم، لأن انتوا يا جزائريين ما بتركزوش مع المنتخب الجزائري. انتوا خسرتوا من الأرجنتين، طلعتوا قلت إن احنا أفضل من الأرجنتين. انتوا ما بتحلوش مشاكل الجزائر، لا، انتوا بتتكلموا عن المغرب طول الوقت بشكل سلب وسلب للغاية. ما بتعملوش أي حاجة غير إن انتوا تتطاولوا وتقللوا من المغرب. طب هذا النهاردة المغرب يتأهل بشكل رسمي، المغرب بيتأهل بشكل رسمي والمنتخب الجزائري خارج البطولة حتى الآن. ده غير الكارثة والخناقة اللي حصلت ما بين بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر ورياض محرز اليوم. وبالمناسبة دي مش الخناقة الأولى اللي حصلت ما بين بيتكوفيتش وما بين رياض محرز. يعني أنا لو هكلمك على المنتخب الجزائري، هو أكتر منتخب فيه مشاكل، أكتر منتخب بيمر بمشاكل هو المنتخب الجزائري. هناك مشاكل بالجملة، هناك مشاكل بالجملة داخل المنتخب الجزائري. خناقات ما بين اللعيبة مش طايقة المدرب. في لعيبة بتقولك بأن لوكا زيدان ما يستحقش أن يكون حارس مرمى المنتخب الجزائري، وكلام كتير جدا. وأنا قلت لك من البداية وجهة نظري في لوكا زيدان. بيلعب عشان والده زيدان، قولا واحدا، بيلعب عشان والده زيدان، وهو لا يستحق أن يكون حارس أساسي في المنتخب الجزائري. ولو سألت أي جزائري هيقولك الكلام اللي أنا بقوله. ديما مغرب، أشوفكم في فيديو جديد.